لكن خلونا سريعا بقى نروح نتنشط شوية ونعرف بعض التمارين الرياضية مع كابتن محمود مهدي، ونرجع بعد الفاصل لأولى فقرة. صباح الخير عليكم من برنامجنا نهارك سعيد. معاكم كابتن محمود مهدي مدرب اللياقه البدنيه. النهارده هنقدم بعض التمارين القلبيه. يعني ايه تمارين قلبيه؟ يعني تمارين بترفع نبضات القلب بشكل طبيعي. ليه هنرفع نبضات القلب؟ ده بيساعد معانا في تنشيط الدوره الدمويه، وبيساعد معانا كمان في حرق الدهون. نقدر نأديها الصبح بدري بالنسبه للتلاميذ قبل ما تنزل المدرسه، او بالنسبه للموظفين قبل ما تنزل شغلك. هنشتغل مع بعضينا دلوقتي، ايدك في وسطك. هنشتغل مع بعض. 1 2 3 4. بدء منخفض خالص مش سريع. بنغير رجلنا. 1 2 3 4. هنشتغل بشكل اسرع شويه. 1 2 3 4 5 6. بين كل مجموعه ومجموعه بناخد نفسنا من 15 ل 20 ثانيه. نفس الشكل هنعمل رجلينا. 1 2 3 4 5 6. هتاخد نفسك كمان، هتفك رجليك. هنشتغل تمارين ميل للجسم. 1 2 3 4 5 6. مع بعض الاشكال ورا بعضها هتحس فعلا نبضات قلبك بدأت تبقى اسرع. هنغير شكل كمان. 1 2 3 4 5 6. عندنا كمان تمارين كتيرة نقدر نعملها سواء باستخدام ادوات او بدون ادوات. معانا وايرات المقاومة دي متوفرة بكل الوانها، نقدر نستخدمها. وبرضو ان شاء الله هنعمل حلقة عن بدائل التمارين لو مش عندنا الوايرات دي نقدر نستخدم ايه في البيت. 1 2 3 4 5. ايدي مش بتطلع لفوق قوي ولا بتبقى واطية قوي، بتبقى في المنتصف. علشان كده في الجيم دايما بنلاقي فيه كاميرات علشان اي اخطاء زي كده نقدر نلاحظها. النهارده عملنا تمارين بسيطه جدا. ان شاء الله معانا حلقه تاني هنقدم لكم بدائل للتمارين بدل الجيم نقدر نأديها ايه في المنزل، وهنقدم لكم كمان تمارين لكبار السن. كان معاكم كابتن محمود مهدي من برنامج نهارك سعيد.